قد أسرى برسول الله رب العزة جل علاه من مكة ليلا للأقصى لضيافة رب رحمن. جمع الله الرسل وقام فيهم خير الخلق إماما، إذ رضي الله الإسلام خاتمة جميع الأديان. غنى الطير على الأغصان لحنا ينبض بالأشجان، شارك خير الخلق جميعا ما عاناه من الحرمان. ظل رسول الله يرقى 7 سماوات واخترقا، لو جاوز جبريل احترقا، وتقدم أحمد بأمان. ورأى في الرحلة آيات ما أعظمها من آيات، فرأى أصحاب الجنات ورأى أصحاب النيران. غنى الطير على الأغصان لحنا ينبض بالأشجان، شارك خير الخلق جميعا ما عاناه من الحرمان. قد حي الله فحياه عند السدرة جل علاه، حينئذ أهداه صلاة ركنا من 5 أركان. ما إن قص على الأصحاب خبر الرحلة يا أحباب، حتى كذبه المرتاب وازداد المؤمن إيمان. ما رأيك يا جدي أن تسرد لنا قصة الإسراء والمعراج؟ حسناً. بسم الله الرحمن الرحيم. رحلة الإسراء والمعراج رحلة عظيمة عجيبة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد أن رجع الرسول الكريم من الطائف حزينا صابرا لإيذاء أهلها له، جاءه جبريل عليه السلام ليلا ومعه البراق، وطلب جبريل من رسولنا الكريم أن يركب البراق، ثم انطلق به إلى بيت المقدس، وهناك ربط البراق بحلقة، ثم عرج مع جبريل إلى السماء. ووصل جبريل ومعه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وصلا إلى باب السماء الدنيا، فتقدم الرسول الكريم حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وهناك رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى الجنة وما أعد الله فيها من النعيم والمتع للمؤمنين، وكلمه الله تعالى وشاهد كثيرا من الآيات والعجائب التي تدل على قدرة الله تعالى وعظمته. ثم رجع الرسول الكريم ومعه جبريل عليه السلام، رجعا إلى القدس، وهناك جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما في المسجد. هذا جميل. لقد صبر رسولنا الكريم على أذى الكفار كثيرا. أحسنت يا حمد. والصبر من خلق